شفتوا الخريطة هذه؟ هذه الجزائر وتونس. ها سيدي الخط الانبوبة منين متعدي؟ انبوب الغاز منين متعدي؟ من حسي الرمل، فهمتني؟ متعدي على الجزائر ومن بعد تالي يتعدى على تونس ومن بعد تالي يوصل المزارة. انا النجم هاو في السبيخة بالضبط، انا السبيخة النجم الروبيني هذيك نقطع ربها يعني. نمشي نحلها ونعدى على السبيخة كاملة تولد لي في الغاز. فهمتني؟ نبيعوا الغاز يعني. ولذلك المطوع خليكم طاير الخط هذا اللي ماشي اللي طاير. فهمتني؟ الجزائر تموت راه. شوف الخطة روبينيه ذيك في السبيخة قريبة لي، راهي نمشي نفتح رب هذيك ديريكتومون ولا نسد ربها هاك. فهمتني؟ نيكلا بلاكا ونسدها باللحام هاكا ويرجع ليكم الغاز، خلي عندكم غازكم. بعضنا مواطن من المواطنين التونسيين طالع وقاعد يهدد بتخريب الأنبوب الغاز الجزائري اللي يمر على الأراضي التونسية. هذا الإنسان صوت وصورة، يعني الجريمة مكتملة، صوت وصورة بتهديد وتخريب الأنبوب الغاز الجزائري اللي يمر على الأراضي التونسية. أنا أول شيء ندائي للسلطات التونسية من بينها وزارة الداخلية التونسية والأمن الوطني التونسي أنهم يشوفونا مع الإنسان هذا. وثاني شيء إلى كل المتابعين اللي يشوفوني ولا يشوفوا الفيديو تاعي، أول شيء انشروا الفيديو قد ما تقدروا وديروا هاشتاج لوزارة الداخلية التونسية أو الأمن الداخلي التونسي باش يعرفوا أن هناك شخص راح يقوم بعمليات تخريبية على الأنبوب الجزائري. أولا العقوبات في القانون التونسي تخريب الممتلكات العامة والخاصة في القانون التونسي تحت بند 317 ينص على أي حد يمس الممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة أو يقوم بتخريبها عقوبة السجن تصل إلى من 6 أشهر إلى 5 سنوات سجنا. ووفق القانون الأساسي تحت رقم 26 من التشريع التونسي سنة 2015 سن قانون أو شرع قانون في القانون التونسي أن كل من يقوم بعملية تخريب ممتلكات عامة وخاصة، خاصة إلى دولة عندها أملاك في الأراضي التونسية، تكون العقوبة إلى 20 سنة سجنا وتصل إلى المؤبد. التهديد الصريح اللي قاله هذا المواطن التونسي بتخريب والاعتداء على الأنبوب الجزائري يعتبر عمل، ما نقولش الكلمة. إذن نتمنى من السلطات التونسية أنها تتدخل وفورا إلى هذا الإنسان اللي يهدد بتعطيل الأنبوب الجزائري. قال لك تعطيل، تلحيم وغلق. من السلطات التونسية أنها تتدخل قبل ما تكون كارثة، فقط تاقيو الوزارة الداخلية التونسية باش تتصرف مع الإنسان هذا. فقط هذا اللي حبيت نقوله.